السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. سريعة خطيرة، الكرة في المرمى، جول. هدف أول لصالح تايلاند، هدف مستحق. سوبوتشاي تشايديد يسجل ويستغل الكرة العائدة من توكوتاي. جول أمام المرمى، هدف ثاني، جول. سوبوتشاي يضرب من جديد. عملاق المنتخب التايلندي يؤكد ما قلناه، منتخب تايلاند ما بين الشوطين كانت لديه تعليمات كبيرة. بتران تراوري يضع الهدف الأول في هذه المباراة في هذا التوقيت الصعب، وبيلود لا يصدق أن منتخب بوركينا سجل منتخب الخيول بعدما وضع برتراند بتسيدو. وقد هبت النسمات العمانية هنا في دوحة قطر أجل التعادل. السعودي يبحث، السعودي يبحث. لا غرابة، فهناك غريب. لا غرابة، نعم فهناك غريب. من يعبر عالية والراسية تأتي. تسلل نعم، كان موجود في اللقطة الماضية وراية مرفوعة من الحكم المساعد الثاني. ما الذي يحدث؟ الهدف احتسب، نعم الهدف احتسب. يا لها من دراما نعيش هنا في استاد خليفة الدولي. في البداية بدأ وكأن خطيرة وفرصة. الهدف الأول لناميبيا. يستاهلوا الحقيقة. هدف القاتل على طريقة ماتش جامبيا. اوتو يحط الكرة في الشبكة. يا الله، الانتقام هو العدالة القاسية يا ساسولو. اليوفي لن ينسى ما حدث في مابي وعلى فلاوفيز. الله، لا 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 لا. قبل أن تبدأ الانطلاق عليك النظر خلفك يا انتر. انتبه، اليوفي خلفك تملك يزا. الله، انتظري يا أوروبا، ترقبي يا أوروبا. جول 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 جول. هي جول مع أولى الدقائق. كانت هنا في منطقة جزاء فريق بريستول، وتحولت إلى البوكس لفريق وست هام. ضربت المطارق من حيث لا تدري، وهي التي تلعب كورة بانتشار برا. جول لماني. الانطلاق بقوة ورفع الإيقاع دون النظر إلى الوراء والتراخي. ملهاش المصالحة مع الكان. خطيرة ثاني، الهدف الثاني لمالي بالمرة. سينايوكو أمسية النسور تتألق. هيا يا نسور. تشكيلة المنتخب الإيفواري، رأسية خطيرة. جول أول يأتي الآن لفيكتور نيلسون مدافع جالاتاسراي يتقدم لفريقه بالهدف الأول في هذه المباراة بعد مرور 26. التعادل. جول التعادل يأتي الآن لفريق قيصريسبور عن طريق بوامورتي. أيلتون بوامورتي يستغل هذه الهفوة الدفاعية. ألقت جالاتاسراي في المقدمة، دريس يلعبها قوية في المرمى. جول
الثاني الآن لجالتا سراي في هذه المباراة. دريس ميرتنس يوقع على ثاني هدف. ملعوبة هنا يا الله، جول لكوريا. بدأ منتخب المحاربين من أجل ذلك المنطقة الجزاء، تسديد الله، جول للبحرين. محاربو دلمون يسجلون التعادل الأمامية. عودة بعد ذلك، تسديد الله، جول. طلقة من جانب لي كانغن، قذيفة كوريا تسكن المرمى. ربما الثالث، ربما هنا المرار. ثالث الأهداف لكوريا، ثالث الأهداف لمنتخب كوريا. الأخطاء التي حضرت هنا وكلفت البحرين، كلفت المنتخب البحرين منتخب الغيني. كرة الهدف الأول، والهدف الأول محمد بايو. قد يعود للفار الشلماني، عنكودو خطيرة. هدف التعادل، فرانك ماغري. لم يصمد منتخب السيناسيونال إلا 5 دقائق مع بداية الشوط الثاني. هذا السيناريو عراقية. الأسود تزهر هنا في أكبر القارات. إنه مهند علي، إنه ميمي. عرضية فعلها مارسيلينيو في الهجمة الأولى، في الكرة الهجومية الأولى فيها توغل. تسديدة الثاني للمنتخب العراقي. 2-1. المنتخب العراقي يستعيد الأسبقية، يستعيد الفرص. أيمن خلصها للعراق. صاروخ لا أعلن نادي الزمالك اليوم الثلاثاء الموافقة على انتقال اللاعب محمد عبد الغني إلى البنك الأهلي. البالغ من العمر 30 عام دافع عن ألوان الزمالك لمدة 6 سنوات كاملة في الفترة من يناير 2018 ويناير من 2024. وكشف الزمالك إنهاء الإجراءات الخاصة ببيع خدمات عبد الغني إلى البنك الأهلي بعد الاتفاق على التفاصيل كافة. وكان عقد عبد الغني يمتد مع الزمالك حتى يونيو 2024. من جانبه أوضح البنك الأهلي عبر بيان رسمي أن محمد عبد الغني وقع على عقد لمدة موسم ونصف، أي أنه ينتهي في يونيو من العام المقبل 2026. جدير بالذكر أن عبد الغني لعب 184 مباراة مع الزمالك في كل المسابقات الرسمية، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 أخرى. وحقق مع الزمالك 8 ألقاب متنوعة بين المحلي والقاري. معتمد جمال مدرب الزمالك بيقول المكاسب حققها فريقه من ودية الشباب الكويتي التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي في ميت عقبة. وكان الزمالك قد انتصر على الشباب الكويتي مساء اليوم الثلاثاء بنتيجة 4-0 في اللقاء الودي الذي أقيم استعدادا للفترة المقبلة. وقال معتمد جمال في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: تجربة الشباب الكويتي الودية مفيدة فنيا، واطمأن الجهاز الفني على مستويات اللاعبين خاصة العائدين من الإصابات. وأضاف مدرب الزمالك: هدفنا من ال3 مباريات الودية التي خضناها حتى الآن هو تجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا بشكل جيد قبل المشاركة في دورتي الإمارات.
وسجل أهداف نادي الزمالك في ودية الشباب الكويتي مساء اليوم الثلاثاء كل من محمود عبد الرازق شيكابالا، محمد السيد، مصطفى شلبي، وسيد عبد الله نيمار. ويغيب عن نادي الزمالك 3 لاعبين دوليين هم أحمد سيد زيزو، محمد صبحي، وأحمد فتوح، الذين يتواجدون مع منتخبنا الوطني في كوت ديفوار لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.